بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا الفراخ النهاردة في اليوم 19، وأقول لكم هنعمل إيه مع الفراخ عشان نحافظ عليها من الشوطة أو الفيروسات أو تقلبات الجو. زي ما حضراتكم عارفين إن الجو اليومين دول يعني من بعد شهر مشير بيبقى يوم حر ويوم برد ويوم ريح، وزي ما احنا كلنا عارفين ان الريح بيبقى محمل بالامراض والفيروسات للانسان وللطير والحيوان. دايما بيبقى شهر 3 و4، يعني احنا بنقول الفصل الربيع اللي بين الصيف والشتاء. حتى الاطفال والكبار بيبقى عندهم نزلات البرد كتيرة في الوقت ده. وبرضه الطيور دايما، يعني الطيور الامراض بتاعة الطيور في الفترة دي بتبقى اكتر من اي وقت في السنة، شهر 3 وشهر 4. وبنبقى عاوزين ان احنا نحافظ على الفراخ في الفترة دي عشان الامراض وعشان الفيروسات، ونخلي المناعة تقوى معانا عشان نعرف هنعمل معاها ايه. ودايما نقول ان الوقاية خير من العلاج. انا لما احافظ على الفرخ اعمل له وصفة، اعمل له خلطة، اديه علاج كوقاية، يبقى احسن من انه الفرخ يجيله ميكروب او فيروس والعياذ بالله وابدا اعالجه. التحويل عنده هيقف والاكل هيبقى ضعيف، وهيبقى حتى مكان هياكل وما هيزيدش. يبقى لا، يبقى انا احافظ على الفراخ من الامراض احسن من ان انا اسيبها لما تعيا وارجع اعالجها. فالفراخ زي ما حضراتكم شايفين، يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله، انا وزنتها معاكم اللي على اليوم 17، وادتني اوزان حلوه، ادتني من 800 جرام 850 ل 900 الاوزان فيها، وانا شايفاها بسم الله ما شاء الله. يعني شكلها حلو وهيدي الشكل اللي حضراتكم شايفينه. معانا الفرخ جسمه حلو واحمر وريشه قليل، بس انا في الحقيقه من بعد اليوم 17 في خلال اليومين دول ما وزنتش. ان شاء الله بكره او بعده هبقى اصورها واوزنها معاكم ونشوف هي وصلت لحد قد ايه. طيب احنا هنعمل ايه للفراخ عشان ان احنا نحافظ عليها من تقلبات الجو او الفيروسات او الامراض ونعمل لها وقايه؟ انا هجيب لهم البصل. طبعا البصل زي المضاد الحيوي. ايه، هنا بصله مبشوره انا عاملاها في الكبه الحقيقه، ومعاها ليمونه. يبقى البصل والليمون والشيح. الشيح ده من عند العطار. يبقى البصل والليمون والشيح ده بيعمل لي وقاية للفراخ من الأمراض، من الإسهال، من التخرخرة، من نزلات البرد. يبقى بيحافظ لي على الفرخ ويخلي مناعته قوية. ما أنا لما أحافظ على الفرخ من غير إسهال، من غير خرخرة، من غير فيروسات، من غير جمبور ولا قدر الله ولا كوكسيديا ولا كوليستريديا ولا الأمراض اللي بتجي الدواجن، يبقى في الآخر هيديني تحويل كويس وأوزان كويسة. والفراخ لما بتمشي معايا من غير أمراض بالمحافظة والاهتمام، بتبقى على الشهر على 32 على 33 آخر يوم بيبقى هي آخر الدورة فيها. لكن لا قدر الله إن بدأت تلخبط بتاخد 37 40 ومرات بتعدي 45 يوم. يبقى أنا أحافظ، لأن الوقاية خير من العلاج. في ناس هتقول لي طب ده البصل غالي اليومين دول. طب يعني البصل غالي؟ يعني أنا كيلو البصل عندنا ب20 جنيه. يعني أنا دلوقتي هو جبت كيلو بصل ب20 جنيه. آخر البصل اللي كان عندي من السنة اللي فاتت ده خلص. طب مش مشكلة، يعني أنا هعمل، أنا هستعمله يوم ويوم، مش هستعمله مثلا صبح وظهر ومغرب، لا، أنا هستعمل الخلطة دي يوم ويوم لا. أعمل البصلة على الليمونة على معلقة من الشيح، وهضيفها الكيلو من العلف لل30 فرخ. طيب دلوقتي أنا يعني هستعمله من 15 يوم. طيب والفراخ مثلا هتقعد قد كيف؟ هتقعد شهر؟ لا، خليها تقعد 35 يوم، يبقى هستعمله 20 يوم. طب 20 يوم أنا هستعمله للفراخ يوم هحط من الخلطة دي ويوم لا. طب يعني هستعمل 10 بصلات، أو ال10 بصلات مش هياجوا 2 كيلو، يعني مهما يبقوا مش هياجوا 2. يبقى خليهم منهم ال10 بصلات جوه 2 كيلو وهم مش هياجوا، ويبقى 40 جنيه. وهجيب ليمون ب5 جنيه، وهجيب شيح ب5 جنيه. الشيح ده اهو، الشيح اللي حضراتكم شايفينه ده جايبها انا من عند العطار ب5 جنيه. يبقى اجيب ب5 جنيه ليمون وب5 جنيه شيح، وخليني اجيب ب30 جنيه او ب40 جنيه بصل. انا البصل اللي جبته البصل البلدي، لكن ان شاء الله يوم السوق همشي وهجيب من البصل اللي هو فيه البصل اللي هو اللي في البدايه اللي بيبقى طالع في الاول، ده طالع مع الفول. احنا بنقول عندنا عليه البصل المقروط، ده بيبقى رخيص، فهجيب منه للفراخ، لانه دكه البلديه نخليه للاكل، ودكه هجيب منه للفراخ. وبالطبيعي البصل كان كل سنه بيبقى رخيص قوي، يعني هو مفيش الا السنه دي اللي رفع، لان طبعا اكيد السنه اللي فاتت كان البصل وصل لجنيه واقل من جنيه، فاغلب الناس ما زرعتش بصل، فخلت فيه ارتفاع في البصل بشكل رهيب.
وربنا يسترها. ده لسه كمان في وقت البصل، لما يبقى البصل محصوله قليل مش عارفين هيوصل لحد ايه. يلا ربنا يرحمنا من ارتفاع الأسعار، ارتفاع في كل حاجة وارتفاع متزايد. يعني حتى الكتاكيت لحد النهاردة الكتكوت اللي هو عمر يوم ب12 جنيه ونص، وامبارح كان ب13. طب وازاي؟ والعلف القطاعي وصل 28، وانا جبت الشوال ب1300، وقالوا رفع كمان زيادة عن 1300. فربنا يرحم الناس ويرحم الجميع ويرحمنا من ارتفاع الأسعار. فأنا هبدأ دلوقتي أعمل الخلطة قدام حضراتكم، وهضيفها على العلف للفراخ. بس يعني قبل ما أعمل الخلطة المفروض إن إحنا بنجوع الفراخ. لما نجوع الفراخ وتعمل الخلطة يبقى أحسن. أنا ببدأ أعود الفراخ على إني أشيل من قدامها الأكل من ساعة ما تكمل 10 أيام. أبدأ أشيل من قدامها الأكل نص ساعة في اليوم، وكل يوم أزود شوية. لما بصل على 20 يوم إنه بيبقى الفراخ بدأت إن أنا أخليها بجوع ساعتين. لما تجوع الفراخ بتديك أوزان أحسن. إزاي؟ إن أنا لما بجوع الفراخ بحسن عملية الهضم عند الطائر، ويبقى تبدأ الطائر يهضم اللي في بطنه وينزل كل اللي في الأمعاء، ويبدأ ياكل بكميات أكبر ويتغذى، والفراخ ترقد كده زي ما حضراتكم شايفين. وكل ما الفرخ ما يتحركش كتير بيزيد الفرخ الأبيض ده بالذات، كل ما ياكل ويرقد في مكانه بيزيد أكتر وبيبقى تحويله أكتر. لكن أنا طبعا الحقيقة أنا ما شلتش منهم الأكل إلا من نص ساعة، وقلت هعمل معاكم الخلطة دي لأني عندي مشوار وخارجة. لكن هو المفروض إن إحنا الفراخ قبل ما بعمل لها الخلطة بجوعها ساعتين، عشان لما أحط لها الخلطة ما تقعدش قدامها، لأنها المفروض ما تقعدش أكتر من ساعتين. عشان في حاجة بقولك زي ما بتنفع بتضر، ما ينفعش أسيب قدامها البصل والليمون والخلطة دي أكتر من ساعتين. وبعمل على قد العلف اللي ياكلوه، كل واحد عارف كمية الفراخ اللي عنده هتاكل قد كيف ويعمل عليه. وانا هبدأ اعمل الخلطة دلوقتي معاه. ده كيلو من العلف، وهبدأ اعصر كده دي الليمونة اهي، اعصر الليمونة على العلف بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وبعد ما بعصر الليمون بضيف له البصل على العلف. وبعد ما بضيف البصل هاخد معلقة من الشيح حلو للفراخ، بيبعد عنها جميع الإسهال، إسهال أبيض، إسهال أخضر، إسهال أصفر. يعني زمان كانت جدتي أم أبويا كان اللي بطنه توجعه زمان كانت تقول له خد سف شوية شيح. حتى الشيح مرة تقول أنا كانت بطني وجعاني لقيت طعمه غريب مر أوي، لكن الحقيقة بيقضي على جميع أنواع الإسهال والميكروبات اللي في البطن والفيروسات. وانا ابدا اقلب بقى الخلطه دي كويس وارجع لكم عشان ما اطولش معاكم وقت الفيديو. وكده بعد ما قلبت العلفه وخلصتها ابدا اضيف العلف كده قدام الفراخ بالشكل كده اللي شايفينه معانا. تبدا بقى الفراخ هنا تتجمع على العلف وتبدا تاكل معانا ريحه البصل. بتخلي الفراخ طبعا انا ببدأ معاها من بعد 10 ايام بضيف لها البصل. الاول خالص في بدايه بعد الاسبوع بضيف لها، بقطع البصله وبخليها في الميه زي ما وريتكم في الفيديوهات اللي قبل كده. بقطع البصله قطع كده صغيره وبضيف البصله والتومه في الميه عشان الفراخ تتعود على البصل وما يبقاش قوي عليها وتتعود على ريحه. وكده عندي الفراخ اهي بدأت تتجمع على البصل لأنها متعودة على ريحة البصل وبدأت تاكل. وهي الخلطة دي إن شاء الله بإذن الله هتعمل له وقاية من تقلبات الجو ومن الأمراض. وبكده أنا عجبكم الفيديو، ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.